يعمل معايا أنا كده؟ ده كان بيتمنى أعيش معاه، بعد كل اللي عملته معاه يسيبني؟ ده أنا قبلت بيه بالعافية. هو أنا ليه استحملت كل ده في العلاقة دي؟ أهلا بيك في مرحلة جديدة من مراحل الحزن الخمسة. الغضب. الغضب مرحلة بتظهر وتختفي وتظهر تاني وتتداخل مع مراحل أخرى ومشاعر أخرى من مشاعر ومراحل الحزن الخمسة. في المرحلة دي أنت مش بس بتكره الشخص اللي انفصلت معاه في العلاقة، لكن كمان بتكره النسخة اللي أنت كنت عليها وأنت مع الشخص ده في العلاقة. بس المرحلة دي بالذات بقى معناها بداية الاستيعاب لمعدل وشكل الأذى اللي مريت بيه في العلاقة. الغضب هنا إنك استحملت زيادة، سكت على حاجات كانت المفروض تمشي من أولها، أو إنك اديت حب ووقت وطاقة ومجهود لشخص ما كانش شايف قيمة كل اللي أنت بتقدمه ده. وهنا الغضب غالبا بيتحول لرغبة في الانتقام. إزاي يأذيه زي ما هو أذاني، أو إزاي أثبت له إني أحسن من غيره. بس الحقيقة هنا إن الغضب بيكون الطبقة اللي فوق المشاعر الحقيقية، ألا وهي الحزن والخذلان، وإن قلبك اتكسر، وإنك مش قادر تتقبل المشاعر دي. مرحلة الغضب بتكون أكتر المراحل الاندفاعية. يا ترى أعمل إيه وأتصرف إزاي في الوقت ده أو في المرحلة دي؟ المرحلة دي هي أهم مرحلة أنا محتاج فيها أتعلم إزاي أنظم مشاعري. أول حاجة ممكن أبدأ بيها إني أبدأ أقول المشاعر اللي جوايا. أنا غضبان. ممكن كمان أكتب المشاعر اللي أنا حاسس بيها كلها وأفرغها على ورق. ممكن كمان أعمل تمارين التنفس، شهيق وزفير. أحاول أخلي معدل الثواني بتاع الزفير أكبر من معدل الثواني بتاع الشهيق عشان يدي شعور ورسالة للجهاز العصبي بتاعي إن الخطر انتهى، فما أروحش لأي سلوكيات اندفاعية في المرحلة دي. ممكن كمان أكتب رسالة غضب، مش هبعتها للطرف التاني، لكن هكتب فيها كل مشاعر الغضب والاستياء والإحباط اللي حسيتها تجاه الطرف الآخر، وفي الآخر عايز أقطعها أرميها أخليها معايا، بس في النهاية أقدر أفرغ المشاعر دي. لو لسه مهتم بمراحل الحزن الخمسة وإزاي تتعامل مع كل مرحلة لو ده من المشاعر اللي مريت بيها في حياتك، خليك متابعني، لسه باقي الفيديوهات ما خلصتش. لو حابب أو حابة تشاركونا بأكتر مشاعر حسيتوها في فترة الانفصال، ممكن تكتبوا لنا ده في الكومنتات.